بتكريم الفائزين في مسابقة التمييز لعام 2010 والتي تنظمها وزارة الدولة للتنمية الإدارية. خلال الاحتفال أعلن الوزير أنه تم منح الفائزين وهم 6 أطباء إداريين 6 أشهر مكافأة لهم، مشيرا إلى أنه تم تخصيص نحو 12 مليون جنيه لتنمية وتحفيز مهارات العاملين في القطاع الصحي خاصة في المناطق النائية والمحرومة. بهدف تحفيز العاملين بالدولة وتكريم المتميزين والارتقاء بمستوى الأداء وسرعة الإنجاز وتشجيع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات متميزة للمواطنين، كان الهدف الحقيقي لمسابقة المتميزين التي تنظمها سنويا وزارة الدولة للتنمية الإدارية. وزارة الصحة هذا العام حصدت النصيب الأكبر من تلك الجوائز سواء في مجال المنفذ المتميز أو المدير المتميز. عندنا برنامج مع جامعة هارفارد اللي هي أكبر كلية الإدارة في العالم، بيدرب 65 واحد كل سنة. خلصنا أول سنة وبدأنا السنة الثانية، وهو برنامج 3 سنين بيكلف حوالي 3 مليون دولار. عندنا برامج تدريب متنوعة في المركز القومي للتدريب، فيها مهارات اتصال وفيها إدارة أزمات وفيها أسس إدارة، وفي نفس الوقت عندنا برنامج لإفادة مبعوثين الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال. كل الجهود دي بتنصب في حاجة واحدة اللي هو تحسين الأداء الإداري، وبالتالي لما وزارة التنمية الإدارية عملت المسابقة بتاعتها السنة دي زي ما انت لاحظت، الأول في الإدارة العليا كان من عندنا، والأول في الإدارة الوسطى كان من عندنا، وأحسن بحث تطبيقي كان من عندنا. المتميزون أكدوا خلال تكريمهم على مواصلة التميز في الأداء والتمتع بمهارات القيادة والاتصال وتذليل العقبات أثناء العمل لكافة المتعاملين. شعرت ان جهد زملائي في التحصيل لاقى تقدير ولاقى استحسان. اتعلمنا ازاي ندير الوقت، ازاي ندير الازمات، ازاي نتعلم في الاداره ان احنا يبقى لنا خطه عمل، مش سياسه حارس المرمى ان زي ما بيقولوا الكره الشاط يمين نجري عليها شمال نجري عليها، لا حطينا لنفسنا خطه احنا ايه دلوقتي، ايه اللي احنا عايزينه بعد سنه، ايه اللي عايزينه بعد سنتين. زي ما شفت حضرتك تقريبا كل اللي تقدموا كلهم حصلوا على مراكز، ودي تقريبا أول مرة، وده نتيجة لتدريب وبرنامج تدريبي شاق من سنة 2006. دربنا تدريب علمي على أسس علمية، دورات منظمة في الإدارة، كانت نتيجتها ان احنا المراحل النظرية والعملية في مسابقة المدير المتميز كلها كانت بالنسبة لنا شيء بنمارسه تقريبا ممارسة يومية فعلية في عملنا. حصول وزارة الصحة على النصيب الأكبر في مسابقة التميز التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية هو خير دليل على الطفرة النوعية التي تحدث في الخدمة العلاجية التي تقدم للمواطن المصري. محمد حلمي، التلفزيون المصري.